بيبدأ الفيلم مع راجل صومالي كده وابنه داسا كانوا قاعدين بيصطادوا عادي وعايشين حياتهم كويسة وهم من سود البشرة. وبعد كده بيرجعوا البيت عشان يأكلوا أمه واللي هي مرات الراجل الصومالي ده من لسه مصطادينه وكده. وبدأوا بالليل يعيشوا حياة كويسة قوي إن هم نايمين كده عمالين يتأملوا في النجوم ويقولوا دي نجمتي اسمها كذا ودي اسمها كذا. وتاني يوم بنتفاجئ من الطفل داسا ده او اسد اللي هو عامل دور محمد رمضان لما بيكبر ان هو اتخطف واتاخد على سفينه، والسفينه دي رايحه المكان كله عبيد وبيرحلوهم بعد كده للقاهره سنه 1840. وكان على الناحيه التانيه في وسط العذاب ده في ست مهتمه بيه جدا وعماله تاكله على قد ما تقدر. وبعد كده بيروحوا سوق النخاسين ده في مصر وبيتباعوا. وكان وقتها في طفله اسمها ليلى رايحه مع ابوها اسمه محروس، كانوا رايحين يشتروا عبد واختاروا داسا ده او اسد، وكان مش عايز يسيب المربيه اللي كانت مهتميه بيه دي. ووسط ما سابها وراح هناك اشتغل فعلا بدا يبان ان الواد ده امين فعلا، لانه مره لقى السلسله بتاعه الطفله ليلى دي واداها لها، ما خدهاش ليه ولا حاجه. وبدا يحبوا بعض ويتعلقوا ببعض، حتى بدا يعملوا نفس العاده اللي كان بيعملها مع اهله ان هم يقعدوا يشاوروا على النجوم ويقولها دي نجمتك ودي اسمها كذا وكذا. وبعد 20 سنه بيبدا ان مشهد ان الاسد كبر خلاص، كان بيجري ورا العربيه بتاعه محروس دي لحد ما بيوصل بيلاقي واحد اسمه يكن او اللي هو علي قاسم، وده شريك محروس في الوكاله. وبعد كده بيتنقلوا مشهد تاني ان هم بيتغدوا في البيت مع دريه المربيه بتاعه يكن، ودي ست رغم انها مش بيضه ولا حاجه بس يكن ده بيحبها جدا. وبدا يلمح كده ان هو عايز يتجوز ليلى اللي هي حبيبه اسد. دي كده اسد بينزل ياكل العبيد، وفي طفل تحديدا كده ما كانش عايز ياكل وكان حاسس ان الاكل مش حلو، فبدا يفتح له القفص ويطلعه. وجات ليلى تساعده ان هم ياكلوا الواد ده، يحط الاكل على ايديهم وهو ياكل. وجي وراهم يكن فقال له انت ازاي تفتح القفص ده يا استاذ اسد؟ فليلى قالت له على فكره انا قلت له افتح، فقال له اه تمام. وراح ماسك شويه بودره كده ورميها في وش اسد، قال له اصل العبيد جربانين فلازم ينضفوا. وبدا يقرب من ليلى ويقول لها على فكره انا مشارك ابوكي وكل الوكاله دي عشانك انت. وبدا يقرب لها كده اللي هو عايز يلمسها، وكان اسد وراه ماسك جردل ولسه هيضربه. راحت ليلى فجاه كده ماسكه البودره دي ودلقاها على نفسها هي، قالت له اصل انا كمان لمست العبد الصغير فانا كمان ما بقتش طايق. كان نزلوا في البحيره يستحموا هي واسد، وورده جت تزعق لهم تقول لهم ما ينفعش اللي بتعملوه ده يا اسد، الست دي انت لون وهي لون ولو اتعرف انت هتموت. وكان معاها على الناحيه التانيه ابنها عوض اللي هو برضه اسود. وبعد كده بنشوف الامير ابن والي مصر او احمد داش، وده امير لسه صغير راجع من اوروبا، والواد ده دمه حر شويه وهو بيكره فكره العبوديه دي. فابوه ماجد الكدواني بيقول له هو انت يعني ايه مشكلتك مع مصر؟ قال له عشان فكره العبوديه دي اتلغت من كل العالم، ما ينفعش نبقى متحضرين كده واحنا عندنا لسه عبيد وابيض واسود. فبدا الوالي يقول له طب خلاص لو لغيت لك الفكره دي تكمل في مصر؟ قال له اه. قال له خلاص اعتبرها اتلغت. ولغى فعلا الفكره. وبدا الكلام ده يسمع مع العبيد او الناس اللي قاعدين في منهم محمد رمضان، وبدا يحتفلوا سوا، وحتى ليلى كانت بتحتفل معاهم. لحد ما كان دخل عليهم وقال لهم ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ انتوا مصدقين الهبل اللي بتسمعوه ده؟ واحنا بقى مثلا عندنا عبيد هنعمل فيهم ايه بعد ما اشتريناهم؟ هنرمي الفلوس دي في الارض؟ فبدا يقولوا بس الوالي قال كذا كذا. قال لهم الوالي ده ما يعرفش اي حاجه، وعارفين العبيد فيكم اللي هيخرجوا يحصل لهم ايه؟ محدش هيشتريه ولا هيهتم بيه وهيرجع في الاخر زي الكلب ومش هنرجعه، فركزوا كده وخليكم قاعدين هاديين. وبدات الناحيه الثانيه تاني يوم الحكومه تبدا فعلا بوقف قرار العبوديه ده، وكان فيهم ناس بيشتغلوا في اراضي بتاعه محروس. وجي كان جايب معاه شويه ناس كتير كده عبيد، واسد قال له طب ازاي هنجيب دول هنا يعني ما فيش مكان اصلا؟ قال له عادي بسيطه حطهم في الزريبه جوه بتاعه المواشي. وبدا اسد يتضايق من اللي بيحصل ده واتجمع مع العبيد وقال لهم هو انتوا لو مشيت انا هتطالبوا معايا بالحريه ولا انا لوحدي اللي هتكلم؟ بس انتوا لو هتعملوا كده انا اول واحد هطالب بيها. وبدا فعلا ينفذ ويروح مع عوض ابن ورده دي وليلى، والاثنين عمالين يوقفوه يقولوا يا ابني اهدى اللي بتعمله ده غلط. فقالوا خلاص بص اصبر يومين بس نشوف الدنيا بقى فيها ايه، والناس اللي هي طلبت بحقوقها في العبيد دول لو حصل حاجه هنقدم معاك. وتاني يوم كان اسد سمع الكلام وراح البحيره مع ليلى، والطفل اللي هو كان بيراعيه في الاول ده او فتح له القفص ده كان بيستحمى معاهم. وبعد كده لقوا اصحاب العبيد اللي هم طلبوا بحريتهم دول الجثث بتاعتهم كلها على البحر. فليلى اتعصبت جدا وراحت لابوها المسؤول عن قرار زي ده وقالت له انت ازاي تعمل كده؟ دول بني ادمين. قال لها عشان يتعظوا، ما انا لو سبت لهم الحبل كده خالص ال 20 واحد دول هيبقوا 40 و50 وفي الاخر كله هيمشي. وسابته ومشيت. وكان اسد بالليل شغال في الارض وخايف ان هم يعرفوا ان هو كان بيطالب هو كمان بحريته فيقتلوه زيهم. فليلى راحت قالت له يا اسد انا بحبك وانا مش زي الناس اهلي دول. قال لها ولا انت زي العبيد، ومفيش عبد بيتجوز واحده طبيعيه او بيضه زي ما انتوا بتقولوا. قالت له بس انت مش عبد، انت مخطوف من وانت صغير. قال لها طب وفريد اتجوزنا هتعرفي تاكلي اكل البهايم اللي بناكله ده وتعيشي في القرف اللي انا عايش فيه؟ وقدم لها الاكل كده بايده، فبدات تبوس ايده اللي مقدمها. فبدا يقتنع فعلا واتجوزوا وقضوا ايام لطيفه جدا. وبدا الوالي يكلم ابنه اللي بدا يقول له انا مبسوط ان النظام ده اتلغى بس نفسي نلغيه خالص بقى، بدل فكره ان احنا لازم العبد يروح للقاضي وهو يحل له المشكله دي. قال له لا ما انا عملت زي اوروبا، مش انت حجتك كانت اوروبا؟ قال له اه بس هي فين صاحبتي انا مش شايفها بقالي مده. قال له اه ما انا رديتها بقرشين كده وخلعت. فبدا يتضايق ان هو ازاي ماشي صاحبته ويقول له ان هو هيسافر اوروبا خلاص طالما انت مشيتها. فقال لا ما انت ممنوع من السفر. وكان الناحيه الثانيه الحاج محروس وياكن لسه عاملين نظام العبوديه عادي وبيتاجروا فيهم من ورا حتى الحكومه. ليلى بالليل ترجع وتتعب جامد، واسد كل ما يقرب منها او يطمن عليها يا كان بيفكروا ان هو عبده ما ينفعش يقرب لها. فبالليل راح طالع لها بالاوضه كده من غير ما حد ياخد باله، وبدات تقول له يا اسد انا حامل على فكره. فبدا يتبسط جدا وقال لها خلاص انا بكره هطالب بحريتي واروح للقاضي ده ولا شيخ البلد. قالت له ما بلاش يا اسد. قال لها ما ينفعش
ما ينفعش ابني يتولد لاني عبد. وتاني يوم نزل السوق في وسط البلد كلها وبدا ينادي على الشيخ بتاعهم او العمده ده ويقول له يا شيخ البلد انا بتعرض للعبوديه لسه، وعايز كلام الوالي اللي اتقال ده ان هي اتلغت وكل حاجه يتطبق عليا. بدا الراجل يقول له اه طبعا عينيا، تعالى بس خش عندي جوه امضي على الكلام ده. ودخل اسد جوه يمضي، وكان الراجل اللي بيديله الورق والحاجات دي لونه اسود. فبدا اسد يقول له هو انت عبد برضه ولا راجل عادي؟ قال له انا عبد. فبدا يخاف ان هو اصلا شيخ البلد ما بيطبقش الكلام بتاع الوالي، وبدا يعرف ان في مصيبه جايه. وفعلا راح داخل عليه كانوا محروس لما عرفوا اللي بيعملوا ده، وبدا يقول يا شيخ البلد الراجل ده سارق صيغه الست اسمها ليلى من البيت واحنا عايزين نربيه. فبدا الشيخ يقول لاسد ما اقدرش افيدك بحاجه، انت حرامي، لما ترجع اللي سرقته بتعالى اتكلم. واسد عمال يحلف ان هو ما عملش حاجه وما سرقش. وبدا يكن بمنتهى القسوه يسحل اسد في الشوارع كلها ويقول شايفين اهو ده العبد اللي بيفكر يطلع بره العادي، اللي بيفكر ما يطبقش القوانين، اي حد هيفكر في كده هيحصله. وجات ليلى لما عرفت تحاول تنقذه وتقول سيبوه، ويكن وابوها يقول له ده عبد مش هنسيب حد. فبقت تقول سيبوه ده جوزي مش عبد ولا حاجه. فابوها لما عرف كده محروس راح ضاربها بالقلم على وشها، كان رايح خلاص يموت اسد، بس يكن قال له لا ما ينفعش، الواد ده عمل شوشره عند الشيخ والبلد وكده، ولو مات هنتسوح، احنا واخدينه بحجه ان هو سارق صيغه. وبدا ياخدوه بقى مكان كده فاضي ويعذبوه. ويكن قرب منه وقال له انت هتعيش وتموت عبد، عمرك ما هتبقى حر. وراح جايب زي الكماشه كده وشال له العضو التناسلي بتاعه اللي هو مش عارف يخلف تاني، وشال له الحنكش خالص اللي هو فعصهم له. والحاج محروس على الناحيه الثانيه بعت ناس تسقط بنته بحيث انها ما تخلفش من عبد. فبدات الدريه تقول له على فكره لو الواد ده نزل هي وصلت شهر متاخر، لو نزل الست نفسها هتموت، فحافظ على بنتك وخليه. كان على الناحيه الثانيه اسد بالليل خلاص بعد ما حصل اللي حصل كان قاعد ياكل اكل حيوانات كده ونايم في زريبه. وبدا عوض يروح له وقال له ما تقلقش ابن ورد، وقال له ما تقلقش ابنك لسه عايش، هم ما عرفوش يجلدوها لانها وصلت شهر متاخر. فبدا اسد يقول له طب وانت جاي ليه؟ الناس دي لو شافوك مش هيرحموك، انت مش شايف انا حصل فيها ايه؟ وبدا عرفنا ان عوض ضرب الحراس، وبدا عوض يضرب الحراس وهرب اسد وخدوه مشي من هناك. وقال له على فكره يا اسد النهارده ليلى هتتجوز يكن. فاسد قال له ازاي وهي متجوزه؟ قال له يا ابني انت عبد، انت بتساوي نفسك بالناس دي ازاي؟ كان على الناحيه الثانيه يكن فعلا بيتجوز ليلى وهي مش طايقه الموضوع ده غصب عنها. فيكن بيقول لها مبروك بقى الجواز وبتاع. قالت له ما بدل ما عمال تترسم كده ما تشوف انت اصلك ايه الاول. فراح للست دوريه دي بيقول لها هي تقصد ايه وايه اصلي يعني؟ فبدات تقول لها ليلى خلي ابنك ما يتجوزش حد غصب عنه. والست دي كانت سوده. فيكن قال لها ابني مين اللي بتقولي عليه؟ دي العبده بتاعتي انا بس بعزها شويه وخلاص. وبعدين اسد بيوصل وهو متنكر كده ولابس لبس اللي هو زي الجرسون كده اللي بيقدم الحاجه، وخد من ورده دي سكينه في جيبه وراح عند مكان اللي كاتب الكتاب. وليلى عماله تقول انا متجوزه انا مش هتجوز غصب عني. فيكن راح قارصها كده وقرب لها قال لها اقسم بالله الموضوع ده لو ما تم لا تفين لك اسد بتاعك ده النهارده. ولسه بيكمل تهديد راح اسد داخل ورافع السكينه على رقبته وبيقول انا جاي اخد مراتي وامشي، بلاش نعمل قلق كتير. فاتكتروا عليه وضربوه. وبدا المشهد اللي بعده ان هم يشنقوه فعلا ورفعوه فوق خالص كده وهو بيطلع في الروح. ويكن عمال يقول شايفين مرات مين يالا انت عبد ودي واحده بيضه، قبل ما اشنقك كده عايز اعمل حاجه، انا هنزلك بسيط وتقول لي ان انت عبد ودي ستك. فبدا ينزله وبيقول له يلا هي ايه بقى؟ قال له مراتي. راح رافعه تاني وخلاص هيشنقه. فجاء عوض يشيل اسد من تحت عشان ما يموتش، ويكن كان هيقتله بس محروس قال له لا الا الواد ده. بعد كده بعدوه ولسه هيشنقه تاني، فتدخل واحد تاني يرفع يساعد اسد، وده غالبا كان نفس الولد اللي عند الشيخ اللي هو كان قال له انت عبد ولا لا. فيكن على طول راح ضربه بالنار. فالعبيد بدا يشوفوا الناس بيتقتلوا منهم وسطهم وكده، بدا يصوروا ويضربوا في بعض كلهم. واسد استغل ده هو وليلى وطلع يجروا في الصحراء. وبعد كده كانوا بيطاردوهم بحصنه وحاجات شبه كده، بدا يمسكوا طوب ويرموهم عليهم لحد ما بعدوا ولحد ما وصلوا فوق الجبل وبدا يرتاحوا. وقال الاسد قال لهم على فكره ده طريق اسكندريه، روحوا بقى وسيبوني في حالي. وبدا يبص لليلى قال لها انت كمان روحي. قالت له انا مش هسيبك. وكل الناس قالوا كده برضه. فبدا يقعدوا كده يتفقوا ان هو خلاص ما بقاش في عبيد تاني وكلمه الاسياد دي مش هنسمعها تاني. وبدا يعرف ان ابنه، فبيعرفوه ان في تاجر عبيد اشترى الاطفال كلها. بدا الرحله ان هو يدور على ابنه بعد كده، وبينزل الجبل يدور على ابنه. وبعد ما بيضرب الحراس كلهم بيشوف ست كده شايل عيل بيقول لها هو ده ابني؟ قالت له ابنك ايه؟ ده ابن انا. وسط هما بيتكلموا دخل الحراس تاني وبدا يضربوا في بعض. فبدا ياخد اكل كده منهم على قد ما يقدر بعد ما ضربهم، وجري هو واللي معاه وحرر العبيد دول. قال لهم انتوا احرار مالكمش اسياد تاني دلوقتي. وبدات ليلى لما راحوا الجبل كده استقروا بالليل قالت له واحنا مش هنلمس بعض تاني؟ قال لها خلاص ما بقتش اعرف. وبدا يحكي لها ان هو تعرض للاخصاء. فقال لها بقول لك ايه، هو ابني لونك ولا ايه؟ قالت له هتفرق ايه؟ قال لها لا هتفرق، ما هو لو لونك هيطلع حر وعنده رفاهيه كتيره، انما لو لوني هيطلع عبد وبيتهان. قالت له ابنك شبهك يا اسد. وبدا يقضي فتره كده عمال يحرر في العبيد. وكان الامير متضايق من القضيه دي، وبدا يوروه خبر ان هو في واحد اسمه اسد عمال يحرر في الناس. فقال لك انا عايز الواد ده هاتوه. وكان اسد وقتها عمال يحرر في العبيد عادي في الجبال في اماكن مختلفه. فلقى الرجاله بتاعه الامير دول
فعوض قال له يا اسد ما تروحش، الراجل ده انت مش ضامنه، ده ابوه لحد فتره قريبه الوالي كان عامل فكره العبيد دي اصلا. قال له ما لو كانوا عايزين يقتلونا كانوا قتلونا. وبدا يروح ويلاقي الراجل ده بيقول له بص احنا هدفنا واحد، عايزين نحرر العبيد، تمام؟ انا هديك الاسلحه كلها واي حاجه تحتاجها. قال له على فكره انا مش الرئيس بتاعهم ولا حاجه، انا واحد عايز ابني. قال له ما انت ابنك مش هيرجع الا بالطريقه دي. وبدا اسد بالاسلحه دي كلها ينزل المنطقه اللي كان فيها ليلى في الاول، وبدا يحرر الناس، وحرروا كله فعلا الا ورده. قالت له مش عايزه تتحرر. فعوض ابنها قال لها يعني ايه مش عايزه تتحرري، هتعيشي طول عمرك عبده كده؟ فبدا محروس يقول له ولد سيب الست دي في حالها. فلسه عوض هيضربه، راحت ورده قال له يا ابني ما تضربوش ده ابوك. وهنا عرفنا ان محروس كان مخلف من الست العبده دي. وبعد كده اسد بيطلع يقتله محروس ده ابو ليلى، فهي قالت له ده ابويا ما ينفعش، فبيسيبه ويمشي. عرفنا ان هي كان هو اللي خد الابن الصغير ده واستخبى بيه. ودريه بدات تقول له بقول لك ايه، الموضوع كبر قوي واسد بقى معاه اسلحه، ما تروح لشيخ البلد ده بما ان هو واصل وكده. وراح فعلا الراجل وقال له اهلا، انا على فكره عارف ان امك كانت عبده، مش هي اسمها دريه برضو؟ بص الواد اسد ده طالما في ايده كل حاجه زي ما بتقول احنا نقتله وهديك كل حاجه عايزها، بس لو ما عرفتش تقتله سيره امك دي هجيبها على لسان الناس كلها اللي واقفه قدام. فبدا يكن ينفذ الكلام فعلا، يعدم ورده دي عشان هي ام عوض وده ممكن يستفزه ان هو يجي اسد وعوض. بس راح محروس متصدر له قال له لا دي مش هتقتلها. فهي كان بالغلط كده راح قتله هو كمان. وبدا يطلع اخبار ان ورده هي اللي قتلت الراجل محروس ده وعملوا لها مشنقه انها تتعدم. فاسد راح طبعا وقال له مالكش دعوه بالست دي. قال له تمام هسيبها لك يا عم بس هعدمك انت لو اعترفت انك اسود. قال له ماله اسود يعني؟ اسود بس حر. وبعدين العبد ده معروف ان هو بيستعر من اصله وفصله، والله شوف انت بقى اصلك ايه اللي ما تعرفوش اصلا، الله اعلم انت ابن مين. كان لسه هيقتله قال له فاكر البودره اللي في الاول خالص اللي دلقتها عليا دي؟ وبدا عوض من الناحيه الثانيه يدلق البودره دي على يكن. واسد استغل الزحمه دي وخد ورده نفسها حررها وطلعوا يجروا، بس وسط ما هي بتجري للاسف خد طلقه ومات. واسد بالناحيه دي اتعصب جدا وبدا يجي مشهد كده وهو عمال يدق بشاكوش في حاجه وكل ناحيه في اسياد بيتقتلوا، بدا يسلط ناس يقتلوهم. فطلب شيخ البلد ده بعد ما عرف الحوار ده اتعصب جدا وقال لك احنا هنضحي ب3 عبيد قصاد كل سيد مات. فيا كان رجع ولازم يضحي ب3 عبيد من عنده، ناس ربوه والسفراجي واتبقى واحده بس. فامه اللي هي السودا دي قالت له بص اقتلني انا عشان ما حدش يمسك عليك حاجه. فقال لها لا ما اقدرش. قالت له اقتلني. فرفع المسدس فعلا ولقيناه بيضرب واحده واقفه وراه من العبيد برضه كده وخلص التلاتة. وبعد كده اسد بينزل المدينه عشان يكلم الشيخ نفسه ويكلم يكن ويعملوا معاهده كده ويوقفوا كل الكلام ده. بس حبشي قال له على فكره انا كنت عبد زيك وداني حتى مقطوعه. حبشي ده اللي هو المساعد بتاع الاصل ودخل. واول ما بدا يقول اقعد فين وكده فيكن قال له مالك يعني تقعد فين، ما انت عبد من امتى يفرق معاك الحاجات دي؟ فبدا اسد يتجاهله ويكلم الشيخ بتاع البلد ده ويقول له بقول لك ايه سيب العبيد دول. فالشيخ قال له تمام هسيبهم كلهم بس انتوا هترجعوا مالكمش دعوه بقى بالباقي، هترجعوا وتبقوا احرار. قال له لا. قال له انت راسم نفسك كده ليه انتوا عبيد؟ قال له خلي بالك بقى ان العبيد دول بيعوروا. وبدا اسد يكلم العبيد دول فعلا ويقول لهم بقول لكم ايه الناس دول ما بيكرموناش لما بيدونا حريتنا، احنا ملناش اسياد ولا حاجه، كل ده هبل. وبدا على الناحيه الثانيه البلد الاسياد يتعصبوا جدا ويقتلوا ناس كتير قوي ويعذبوهم. فاسد راح قابل الامير ده وقال له بص يا اسد في جزيره كده انا متاكد ان ابنك فيها. فاسد قال له بقول لك ايه هو انت بتعمل الكلام ده بتعند في ابوك وخلاص ولا انت فعلا بتسيسني ولا انت فعلا عايز مصلحتي وعايز ابني؟ انا هعمل الموضوع ده بس دي اخر مره، لو ما طلعش فيها انسان. ويروح هناك فعلا وقتل الحراس ولقى الطفل اللي كان معاه في الاول خالص اللي كان بياكله وينزل معاه البحر وكده. وقال له هو ابني فين؟ قال له النخاس خدهم ومشي. وبدا يلاقيهم فعلا في المركب ويجري وراهم بمركب وكمان. وبدا يقول لهم استنوا بس انا عايز ابني والله ما عايز احرر حد. فراحوا بيعندوا فيه كده قال له عايز ابنك؟ ادي ابنك اهو. ورام واحد في الميه. فاسد نط وراه عشان يقوم ويلاقيه وبدا يلاقي كل الاطفال اللي كانوا على المركب بيترموا ورا بعض وبقى تايه ومش عارف فين ابنه فيهم. وبعد كده ليلى كانت بتسال الناس هو فين ابني وبدات توصف شكله وعرفت ان هم كلهم مات. فضلت مصدومه كده. اسد قال لهم بقول لكم ايه تولع الحرب، انا مش هطالب بحريه تاني خلاص، واللي عايز فيكم حريته فعلا عشان ابقى كملت جميلي ده ينزل هو بنفسه يطالب بيها. وقال لليلى خلاص امشي احنا اللي بينا مات. وبدا كل العبيد بما فيهم ليلى ينزلوا ويطالبوا بالحريه. واسد على الناحيه الثانيه كان قرار تاني خالص ان هو هينتحر. وقف على قمه جبل كده ولسه هينط سمع صوت طفل بيقول له ما تسيبنيش لوحدي اللي هو كان معاه من البدايه خالص. فقال له ما انت طول عمرك لوحدك ايه الجديد يعني، انت مش شايف لونك عامل ازاي؟ ولسه هينط فعلا راح الطفل ده مسك ايده وبدا يعيط. فرجع في كلامه وبدا يعرف من عوض ان كل اللي نزلوا بما فيهم ليلى النخاسين رابطين خلاص هيعذبوهم. فبدا يكن يحرر ليلى وقال لها روحي يا بنتي انت لونك مش كده. وبعد ما فك ليلى جه الدور ان هم يقتلوا الطفل اللي اسد وليلى كانوا بياكلوه. فليلى وقفت تحميه كده ولسه مش عارفين هيحصل ايه. فظهر اسد كده وبدا يضرب فيهم كلهم وينقذهم. واستفرد بيكن كده وبدا يلطش فيه وراح واخده مكان تاني كده ومعلقه على مشنقه. قال له ابني فين؟ قال له مش هتعرف مكانه انا بعته لواحد بفلوس كتير جدا. قال له شكله ايه؟ قال له عنده ودن مقطوعه بيتريق يعني على الخدام حبش. فاسد بدا يشنوه اكتر وخلاص هيطلع في الروح. قال له شكله ايه؟ قال له كان اسود. راح اسد شال له العضوين خالص. راح اسد خصاه وشنقه مات. وخد رجالته وراحوا يتخانقوا مع الامير ده لانه عرف ان الراجل ده كان بيستنفع بيه وخلاص ومش ما عندوش مصلحه في حكايه ابنه. وبدا يعمل حاجه تانية ان هو يساوم الوالي بابنه، يعني هو مع الامير فالوالي يديله ابنه قصاد ان هو ياخد الامير. واسد راح فعلا في مواجهه اخيره كده يبدل الاولاد ببعض. فالوالي اول ما شاف الامير او احمد داش بدا يحضنه
ويضربه بالقلم وقال له ما تتحدنيش تاني. فاسد قال له يا مولاي احنا عايزين ننفذ اللي انا قلت. قال له عايز ما تبقاش عبيد يعني؟ ادي القرار بتاعي اهو اتراجعت فيه، خليكوا عبيد تاني بقى واحنا الاسياد بتوعكم. قال له احنا مالناش اسياد. قال له يا ابني انت عبد. قال له لا انا اسمي اسد. فاسد ركب الخيل وتجاهل الناس دي كلها وبدا يكلم العبيد ويقول لهم ما تنسوش انتوا كنتوا ايه، انتوا بقيتوا احرار، ولو كملتوا معايا في اللي انا فيه ده المواجهه دي هتموتوا. فعوض قال له ايه يعني احنا نحارب معاك. وبداوا حرب كده بينهم وبين بعض، والوالي بدا يامر بالضرب وبدا كله يموت لحد اسد ما خد رصاصه في كتفه. فعوض وقف قدامه وخد هو كمان رصاصه، فده اسد خدها مكان اسد ووقع على الارض. طبعا هما الاثنين. اسد قال له ما تقومش انت بالذات، ابني هيحتاجك. فحبشي قال لك انا هوقف ضرب خلاص لانه كان بيعز اسد. فراح الوالي ضربه بالنار، بدا الوالي يقول لكل الجيش بقول لكم ايه، اللي مش هيضرب بالنار هيموت. وكله عمال يضرب، وراح الوالي شخصيا مطلع المسدس وقاتل اسد. فاسد كان خلاص بيطلع في الروح كده وماسك التذكره في ايده، تذكره الحريه اللي هو يحرر العبيد قصاد نفسه. ولسه الوالي هيضربه تاني، راح الامير واقف قدامه مسدس وقال له لو قتلته المره دي هتموتني انا ومش هيبقى ليك ولي عهد. فالوالي اقتنع وخلاه خلاص هوقف ضرب. وبيخلص الفيلم ان عوض لسه عايش والعبيد رجعوا احرار، وليلى خلاص عايشه مع الولد الصغير اللي هم لقوه ده مش لاقيين ابنهم، وليلى كمان عايشه وسطهم. والفيلم بيخلص هنا بالنهايه المأساويه دي. ده كان الفيلم يا جماعه. الفيلم ده يا جماعه ملحمه، انا بحبه جدا. اقول بس حاجه صغيره يا جماعه، الفيلم ده انا ملخصه بنسخه معينه محترمه شويه، يعتبر اتش دي. انا مدرستي في التلخيص مش خالص ان انا اقول افيهات او خالص ان انا اعمل كليبات متقطعه، وده مش تقليل من اللي بيعمل كده، بالعكس الافيهات دي في ناس بتستناها اصلا. وبرده المتقطعه دي بتخلي الموضوع جودته احسن او اسهل عليهم. بس انا بحس ان انا من ليا اصلا سابقه قبل كده كنت بقدم قصه صوتيه، هتلاقيني بقى كاني بحكي لك قصه ممكن تسمعها بس من غير ما تتفرج. تمام، اشوفكم في حلقه جديده. وصلوا الفيديو 40 لايك. اللي كسب الايفون معانا واحد اسمه عمر البحر. مع السلامه.